عندك موظفين كتير ومعكش فلوس تجيب سوفت وير غالي. طب بتشغل الموظفين على جوجل شيتس. طب نفترض ان عندك 3 موظفين زي احمد وعلي ومحمود زي اللي احنا شايفينهم. طب نفترض بقى انت عندك 50 موظف و60 موظف. هل هتقدر تدخل على شيت كل واحد فيهم وتتابع باع كل يوم بكام، قابل كام كلاينت، والافرج بتاعه كام؟ هتبقى المهمة صعبة جدا. تعال اقول لك بشكل بسيط وسهل ازاي تربط كل الشيتات دي بدون سوفت وير، بدون برمجة، بدون اي حاجة معقدة، مجرد فورمولا بسيطة. هتبقى في اخر الفيديو قادر تربط اي عدد من الشيتات في داشبورد واحدة تقدر تتابع بيها شغلك بشكل لحظي. كل شوية تدخل على الداشبورد تعرف كل واحد بيعمل ايه من الداشبورد. يلا بينا نبدأ. لو دلوقتي بصينا على التلات شيتات هنلاقي كل واحد ليه شيت مستقل وعاملين بالسم فورمولا مجمعين كل السيلز وكلاينتس. طيب دلوقتي عايزين نزود مثلا سيلز وكلاينت لمحمود. هنلاقي عنده السيلز زادت، نمبر اوف كلاينت زاد. نتأكد بس ان الفورمولا مغطية كل السيلز عشان تجمع. هنلاقي عنده السيلز زادت. طب احنا دلوقتي بنبص في الشيت عايزين نحط السيلز بتاعت، احنا دلوقتي حاطين احمد. لو جينا بصينا عند احمد هنلاقي ان عنده بيع 67,000 وكلاينت 17. طب لو عايزين بقى ناخد الداتا بتاعت علي هنستخدم نستد فورمولا هي query import range. عملنا query import range. هناخد اللينك بتاع الشيت بتاع علي زي ما احنا شايفين كوبي بيست. لازم نحط اللينك بين علامتين تنصيص زي انتوا شايفينهم. كمان بنحط السيل اللي احنا عايزين ناخد الفاليو بتاعتها اللي هي في الشيت هنا هتبقى F1 زي ما احنا شايفين. افتكر ان رقم السيلز عند علي هو 80,000. دوس انتر. ظهر معانا السيلز بتاعت علي. ونمبر اوف كلاينتس عنده 13 ظهر برضو عندنا. طب عايزين نزود سيلز عند علي. زودنا ان هو يوم 11/7 باع ب 6000 جنيه ل3 كلاينتس. البيع عنده بقى 86,000 ونمبر اوف كلاينتس 16. نرجع بقى للداشبورد. هنلاقي السيلز عنده بقت ابديت 86,000 نمبر اوف كلاينتس 16 زي اللي موجود في الشيت عند علي. فاللي نفهمه دلوقتي ان الداتا بتسمى معانا لحظيا اون سبوت بدون اي تعقيدات، بدون اي برمجه، بدون اي اكواد. تقدر دلوقتي تعمل داشبورد لاي عدد من الشيتات، لاي عدد من الموظفين، تتابع شغلك بشكل سمارت، بشكل مفيش فيه مجهود. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناه واعمل شير للفيديو عشان تنفع غيرك. شكرا.